مساء الخير عليكم، كل سنه وانتم طيبين. معايا الفنانه الصاعده فاتن سعيد. طبعا بقول لها مبروك الاول على مسلسل العتاوله، واحد من اقوى المنافسين في اعمال دراما رمضان. يجمع عدد كبير جدا من النجوم، احمد السقا، حسن الرقاب، استاذ احمد السقا، الاستاذ حسين سمره، الاستاذ طارق لطفي، وعدد كبير من النجمات طبعا، مي كساب، زينه، نوع عابدين، وسترة طبعا نجمه مكتسب في مصر. بنقول لكم طبعا منورنا، ومعايا فاتن النهارده اللي وجه الشاب اللي كسر الدنيا في رمضان. انا اول سؤال عايز اساله لفاتن بعيد عن العتاوله، بساطه. البسارطه، نرجع للبسارطه. البسارطه دي القريه اللي اتنشأت فيها فاتن، في يعني نشأتها في دمياط، في قريه صغيره جدا اسمها البسارطه. وانا عارف ان الناس اللي بتيجي من القرى دي بتبقى ايه، يعني بتبقى في صعوبه جدا علشان يظهروا في القاهره. فقولي بقى من البسارطه للقاهره، وايه المختلف من القرى للمدينه؟ هو الفكره ان انا جيت من البسارطه على كليه الطب، فمجتمع الطب كان اللي انا فيه كان مجمع ناس برضو من قرى زيي ومن الارياف او من مدن ثانيه مختلفه غير القاهره. يمكن النقله كانت لما بقى دخلت المعهد اكتر. هي بدأت يعني ايه، خدمت الإجابة بين السؤال اللي أنا عايز أسأله. فاكرة أول مشهد مثلتيه وأنت بتقدمي معاها؟ طبعا، لأن ده قريب. ده قريب قوي. أنت سنة أولى؟ أنا سنة أولى. سنة أولى أنا سنة ثانية. لا مش عايز أكبرها، بس يعني أنا قدمت يعني النجاح، بس النجاح يا جماعة، النجاح اللي هي محققاه من رسالة الإمام لغاية العتاولة خلينا نقول ان هي متخرجه مش في سنه اولى يعني. فقولي لي فاكره اول مشهد؟ قدمت في المعهد مشهد من مسرحيه تشيخوف اسمها طائر البحر، كنت بعمل دور مين؟ لغه عربيه؟ لغه عربيه. المشهد ايه؟ لا قولي لي. طب قولي لي كان مين اللي قدامك في اللجنه؟ كان في اللجنه دكتوره سميره محسن، ودكتور علاء رؤى، ودكتوره هنادي عبد الخالق، ودكتوره اندري البستاوي، و اعتقد كان دكتور سيد خاطر. انت لو نسيتي حد مش داخل على لا استنى، انا كده مش ناسي حد. يا لهوي. لا بتهيألي انا كده مش ناسي حد. ليه اختيارك للمشهد ده؟ يعني مسرحيه تشيخوف حاجه يعني صعبه. عشان هو كاتبي المفضل. تشيخوف انا قرأت كل مسرحياته، والمسرحيه دي بالذات هي المفضله بالنسبه لي. مين اللي اختار لك المشهد ده غيرك انت؟ يعني اكيد في حد ساعدك ان انت تختاري المشهد ده ودربك عليه عشان تدخلي تقدمي؟ احمد مبارك الاكتنج كوتش هو اللي ساعدني ودربني على المشهد ده. هرجع للعتاوله تاني، وعايزك بقى تقولي لي المشاهد اللي بينك وبين نوع عابدين كانت الناس بتتاثر بيها جدا. انت الاخت، انت الاصغر، بس دايما بتنصحيها، دايما بتتكلمي معاها. فقولي لي التعاون مع نوع عابدين قبل ما اتكلم على التعاون مع طبعا باسم سمره وطارق. نوع عابدين هي انسانيه جميله قوي، فهي سهلت المهمه دي. يعني انا من اول يوم حسيت بالكونكشن ده ما بيني وما بينها، ان احنا فعلا اخوات، ان احنا قريبين. ويمكن ده اللي خلى على الشاشه يبان قد ايه في كيمستري ما بيننا، وان احنا اخوات بجد. لو هتكلم عن طارق لطفي وباسم سمره، وطبعا كتير كتبوا ان انت كنت خايفه اكتر من باسم، وشويه وخايفه اكتر من طارق، فاكيد انت خايفه من الاثنين. فانا عايز اعرف الخوف ده خوف من الشخصيه نفسها، سواء طبعا، ولا خوف من الوقوف لاول مره مع نجوم كبار زي ده؟ طبعا الوقوف قدام نجوم حجم استاذ طارق واستاذ باسم، وفكره كمان الشخصيات اللي هم بيلعبوها شخصيات تخوف وشخصيات صعبه، لكن في الحقيقه العكس بقى تماما، ان هم قد ايه طيبين وقريبين لينا جدا. يعني فاتن تاني تجربه دراميه ليكي بعد رساله الامام. هرجع لرساله الامام، وبعدها هي خدت جايزه افضل ممثله صاعده في مهرجان مصري هنا، صح كده؟ اتكرمتي عنها. حسيتي بايه وانت بتتكرمي مع اول عمل؟ يعني اول عمل وبتكرم، فاكيد الموضوع عمل كده اللي هو ايه، حمل كبير على اللي جاي. اداني ثقه ودفعه، وانا كنت مبسوطه كمان ساعتها، لان كان محمد ممدوح بيتكرم في نفس المهرجان، كانت فرصه ان انا اقابله يعني اسلم عليه. طبعا من الحاجات اللي ادوني دفعه اكيد محمد رمضان ومحمد ممدوح، واثنين ستات، ريهام عبد الغفور ومنى زكي. اختيار موفق.
بس في كتير طبعا نفسي في تشتغل كتير معاهم عشان جدا ما- نفسي اشتغل معاهم، عشان ما بس نوقفش انت الموضوع لغايه ما هم يشتغلوا ونشوف تنورتيني ومبروك، وان شاء الله اللي جاي احسن، واستناكي في السينما بقى بعد النجاح في الدراما والتلفزيون. يا ريت يا شكرا رب. جزيلا. شكرا. باي باي.